وخلينا متفقين إن النجاح في عالم التأليف الموسيقي هو إنك تعمل موسيقى الفيلم تعلق في دماغ المشاهد زيها زي الفيلم ويمكن أكتر، ودي مش حاجة سهلة. بس خالد حماد قدر يحقق المعادلة الصعبة دي في معظم أعماله إن ما كانش كلها. في طبعا بعض الحاجات اللي هو الواحد بيقابلها مع الناس اللي هم ممكن يبقوا مش اشطر حاجة، يعني بيستعملوا الموسيقى، وده للأسف قعدنا فيه فترة كده. الموسيقى ساعات بتستخدم استخدام ترميمي، لان خد بالك هي ليها مفعول السحر طبعا. هي بتقدر تلعب على المشاعر بس بتقدر بتعمل حاجات تانية كمان. اولا هي بتغلوش على حاجات، بتقدر تدي لك حجم هو مش موجود في الحقيقة، انت وبيعالج بيها مشاكل عندهم. واخد بالك؟ يعني انا ممكن بالموسيقى اديك تأثير ان احنا في وسط حدث ضخم وخناقة ضخمة جدا، بينما في حقيقة الامر مفيش حاجة اصلا في الصورة، ضربوا بعض بالقلم وخلاص، مفيش حاجة يعني.